بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فراجت في الساحة الفكرية والأدبية والإعلامية منذ فترة ليست بعيدة راج مصطلح يسمى ثقافة الاعتذار. ثقافة الاعتذار، اشتهرت قصة معينة وشاعت أيضا بين الناس، وقد حكاها رجل عربي زار اليابان وعاد، فقال إنه كان في زيارة لليابان لإلقاء محاضرة، وأثناء استقلاله لأسرع قطار في العالم المسمى قطار الطلقة، الذي تشبه سرعته سرعة طلقة الرصاص، من ما بين طوكيو والعاصمة القديمة كيوتو. يقول: وقفت على رصيف القطار بصحبة صديقي الياباني، حيث كانت تذكرتهما تشير إلى أن مقعديهما سيكونان في العربة الخضراء، واليابانيون يطلقون الألوان على درجات القطار، فلا يقولون عربة الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وإنما العربة الخضراء أو الحمراء أو الصفراء. أشار إليه مرافقه الياباني أن يقف في المكان المخصص على الرصيف لباب العربة الخضراء، وفي الموعد المحدد بالضبط وصل القطار وجاء باب العربة الخضراء في المكان المحدد له، مع فارق بضعة سنتيمترات من حيث يقف صاحبنا. فقال صاحبنا مداعبا صديقه الياباني، وفي نفسه حرقة على فارق التقدم بين اليابان وبين عالمنا العربي، لا سيما أنه لم يزر بلادنا من قبل. فقال له: كيف يقف القطار بعيدا بضع سنتيمترات وليس أمامي تماما؟ كيف يسمح بتلك الفوضى؟ لم يكن يتوقع أن الشاب الياباني لم يفهم تلك الدعابة، فلقد كست وجهه الحمرة خجلا، وأخذ يتأسف لما حدث، مؤكدا أن هذا لا يحدث إلا نادرا، ووعد بأنه سيخطر المسؤولين حتى لا يتكرر ذلك ثانية. وفي الرحلة التي دامت أقل من 3 ساعات ظل يجيء ويروح للتحدث مع العاملين، اللي هو الياباني نفسه، ظل يجيء ويروح يتحدث مع العاملين الذين جاءوا واحدا واحدا وراء الآخر ليعتذروا لصاحبنا عما حدث. وحين وصل إلى كيوتو وجد مدير المحطة ينتظره بنفسه على الرصيف ليقدم له هو الآخر اعتذاره عما حدث في محطة طوكيو، مؤكدا أن ذلك لن يحدث ثانية. اختتم هذا الرجل الموقف بتأكيده أنه أكد لصديقه الياباني أنها كانت مزحة، يعني الياباني تعجب وفغر فاه دهشا قائلا: لماذا؟ فأجابه: لأن تلك المسألة عادية جدا بمقاييسنا، وهي يمكن أن تحدث في أي مكان.
فقال له صديقه الياباني: ولكنها لا تحدث في اليابان. الموضوع له قصة، موضوع ثقافة الاعتذار. أني في أثناء عودتي راكب طائرة، فوزعوا علينا جرائد إماراتية، فتقريبا كانت جريدة اسمها البيان، فتصفحتها، فلفتت نظري مقالة معينة، يعني لفت نظري أنها تتحدث عن نفس الموضوع، موضوع الاعتذارات. ثم الجريدة كانت ضخمة شوية، فتكاسلت أن أصطحبها، ولم يخطر بالي أن أقطع الجزء الذي يهمني. ثم بعد ذلك كنت أقرأ في موضوع يعني ذكرني بموضوع ثقافة الاعتذار، سأطرحه عليكم. فحرصت أن أحصل على المقالة بأي طريقة، فكان الأمر صعبا للغاية، وأخيرا حصلت عليها، المقالة التي قرأتها. يتكلم فيها هذا الكاتب، بيبدأ بالكلام على الرئيس فرنسا المسمى ساركوزي، وكيف أنه يطمح لتحسين علاقات مع بعض الدول العربية ومنها ليبيا، وأنه هوجم هجوما شديدا في فرنسا بسبب يعني أن فرنسا استقبلت القذافي. فرد طبعا بيقول ان عايزين ننسى الماضي، وطبعا هو اخذ كم مليار، اظن 10 مليارات يورو، يعني عمل صفقات مع القذافي. فبقى يقول الفرنسيين يعني انا جبت لكم 10 مليار يورو. فالموضوع يستاهل، وده تاب خلاص، تاب من حقوق الانسان والكلام ده. فرد عليه الرئيس الجماهيريه الليبيه العربيه الاشتراكيه العظمى الى اخره، فرد عليه قال له اذا كنت بتتكلم على حقوق الانسان فلازم تتذكروا ما فعلتموه أيها الأوروبيون في الأفارقة حين استعمرتم بلادهم وسقتم سكانها عبيدا على متن البواخر كالبهائم. أيضا ذكرهم بما فعلته قوى الأمن الفرنسية أثناء انتفاضة الضواحي في باريس من سنة 2005 الخريف. أيضا كتب في المقال قال في عقبة كبيرة جدا لابد أن فرنسا أيضا تتجاوزها، وهي عقبة تاريخية، وهي مسألة ثقافة الاعتذار. أن فرنسا المفروض تعتذر للجزائر عن الماضي الاستعماري، لأن طبعا فرنسا ارتكبت وحشية وفظائع في أثناء احتلالها في الجزائر، وكان استعمار أيضا من النوع الخبيث مثل استعمار في فلسطين، وهو استعمار استيطاني. كان في مستعمرات برضو أشياء زي كده. وكان الفرنسيين لما يتكلموا على الجنوب يقصدون الجزائر، كانوا يريدوا أن يسرقوها ويضموها إلى يعني دولتهم. فساركوزي قال أنا معترف يعني أن الموضوع كان يعني مؤلما، وكان فيه ظلم حصل خلال 132 سنة اللي هي فترة احتلال فرنسا للجزائر. ثم قال المدعو ساركوزي: إني مع الاعتراف بالوقائع ولست مع الندامة، لأن الندامة مفهوم ديني، الندم تبنى وعزمنا على ألا نعود، فيقول ده كلام ديني، والدين ليس له دخل في العلاقة بين الدول وبعضها، مؤكدا أن الأجيال الناشئة على ضفتي المتوسط تتطلع إلى المستقبل، ولا نريد أن نتكلم عن الماضي، فلا داعي إلى أنكم تعذبون أنفسكم بالندم على ما فات أو على الذنوب الماضية. بعبارة أخرى هو يرفض الاعتذار بناء على هذه المسوغات التي ساقها. الجزائريون يقولون لا، لابد أن فرنسا يعني تعتذر، ومعنى ذلك أن العقدة التاريخية المظلمة ستستمر لتلقي بظلالها على العلاقات الفرنسية الجزائرية. ثم يناقش الكاتب، بيقول في دول كثيرة اعتذرت، لماذا تستنكف فرنسا عن أن تعتذر؟ قديما وحديثا الدول ما زالت يعتذر بعضها لبعض. إيطاليا اعترفت بماضيها الاستعماري ووعدت بإعطاء تعويضات للليبيين الذين احتلت بلدهم 33 عاما. واليابان اعتذرت للصين ولدول جنوب شرق آسيا وخصوصا الفلبين وكوريا، وتعهدت بالتعويض عن المظالم الاستعمارية إبان الحرب العالمية الثانية.
واعتذرت روسيا لليابان بسبب الوحشية في التعامل مع الأسرى اليابانيين في الحرب الثانية. واعتذرت ألمانيا عن جرائم النازية وقدمت تعويضات ضخمة. أمريكا اعتذرت لمواطنيها ذوي الأصل الياباني بسبب سوء معاملتهم إثر الهجوم الياباني على بيرل هاربر وعوضتهم. دول كانوا واخدين الجنسية وكله، لكن وعايشين في أمريكا عشان هم عنصر ياباني. لما ضربت اليابان بيرل هاربر ودمرت الأسطول الأمريكي، سجنوا دول، حطوا كل مواطنيهم اليابانيين أو ذوي الأصل الياباني في معسكرات اعتقال، وأساءوا معاملتهم جدا. فاعتذرت أمريكا بعد ذلك. واعتذرت أيضا أمريكا عن قرون طويلة حدث فيها تجارة العبيد في أفريقيا. المهم إلى أن يقول في الذكرى العاشرة لمجزرة سريبرينيتشا، وقف الرئيس الصربي اسمه تاديتش حدادا على الضحايا المسلمين، وقدم اعتذاره وتعهد بملاحقة مجرمي الحرب ومحاكمتهم. وتمت محاكمة السفاح الأكبر ميلوسوفيتش أمام محكمة لاهاي، وقضت أوروبا على نظامه وحكمت أنصاره، واعتذرت لمسلمي البوسنة. لأن اعتذاره ما بيكلفش، يعني هو يعمل الجريمة ويعتذر، مش مشكلة بسيطة. المهم كان حصل بعض المظاهرات في أوروبا في قبل الألفية الثانية هذه، ووفد كبير جدا رحل من جاب كل أوروبا وعاد إلى بيت المقدس القدس ليعلن اعتذاره للمسلمين عن الوحشية التي عامل بها الصليبيون المسلمين في فلسطين أو في القدس بوجه يعني خاص. كذلك 300 من رجال الدين النصارى اعتذروا عن الحروب الصليبية في الماضي، واعتذروا أيضا عن نتائج الحروب على ما يسمى الإرهاب في العصر الحاضر، طالبين المغفرة والصفحة من المسلمين. إلى أن يقول طبعا لو هننقلها للاتجاه الإسلامي، في ثقافة اعتذار حصلت وتجلت في موضوع المراجعات من جماعة الجهاد، حينما يعني اعتذروا عن مسالكهم فيما مضى، وهذا أمر معروف يعني. والبعض بيقول يا أيها السلفيون ألا أما أنا لهم أن يعني يعملوا تراجعات أو مراجعات، بلاش تراجعات، مراجعات. فالسؤال يعني نتراجع عن ماذا؟ يعني الحمد لله الدعوة السلفية ما قتلت ولا فجرت ولا يوجد أي حادثة واحدة تنتسب للدعوة فيها هذه الجرائم التي تخالف الشرع قبل أن تخالف أي شيء آخر، يعني من قتل الناس وهذه الصفات المعروفة يعني. فما عندنا شيء نتراجع عنه، لأننا أصلا يعني من تقصير الإخوة في جماعة الجهاد أنهم حينما أصدروا التراجعات لم يذكروا إطلاقا دور الدعوة السلفية التي كانت تنصحهم منذ زمن بعيد بأن هذا الخط خط يعني غير صحيح، ومع ذلك لم يشير إلى هذا من قريب أو بعيد. فهذا نوع من التقصير، فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. أي نعم. المهم نعود تاني للموضوع بتاع لأن كل ده المقدمة بتاعت الدرس. فالكاتب بيختم المقالة بيقول التوبة تعبير سام عن ثقافة الاعتذار. طيب ما مناسبته لموضوعنا الليلة؟ مناسبته هو يعني حينما كنت أقرأ في تاريخ الدعوة الوهابية وتاريخ العلاقة بين العثمانيين والوهابيين والمصريين والوهابيين أيضا، كنت أمر في القاهرة في ميدان الأوبرا فرأيت تمثال إبراهيم باشا. فلقيت هو حصل تجديد في الميدان والتمثال من قريب، فلقيت لوحة كده كبيرة موجودة تحت التمثال مكتوب عليها إبراهيم باشا ابن محمد علي بيك الكبير. عنوان كبير جدا، من نصر إلى نصر. أول سطر تاريخ سنة كذا، معركة الدرعية. معركة الدرعية. فإذا فقلت لنفسي هل نحتاج نحن المصريين أن نعتذر عن جرائم محمد علي وولديه توسن وإبراهيم باشا، الجرائم الوحشية التي ارتكبوها بذات محو الدرعية من على الخريطة تماما، والفظائع التي ارتكبها هذا المتوحش المدعو إبراهيم باشا.
أين الجواب على هذا السؤال؟ هذا هو موضوعنا بعد تلك المقدمة الطويلة. هل نحن المصريين مطالبون بالاعتذار عما ارتكب هؤلاء الثلاثة أو عصابة الثلاثة من جرائم في حق المسلمين من أهل التوحيد في نجد وغيرها؟ هذا هو موضوعنا إن شاء الله تعالى، نحاول أن نفرغ منه هذه الليلة إن استطعنا. نحتاج أولا إلى أن نلقي الضوء بسرعة على شخصية محمد علي، فقد كانت شخصية معروفة بالقسوة وغلظة الكبد. جاء إلى مصر على رأس فرقة من الرملي لإخراج الفرنسيين منها، واستطاع بمكره ودهائه أن يكسب ثقة العلماء في مصر، وسعى في القضاء على منافسيه على ولاية مصر بطرق ملتوية وماكرة، حتى أصبح واليا على مصر ابتداء من 1220 هجرية الموافقة 1805 ميلادية. طبعا بعد ذلك هو تودد في البداية تمسكن إلى أن تمكن، وكان يتودد للعلماء، ظهر بصورة الناسك الحريص على الإسلام والمخلص والرجل الذي يشاور الآخرين ويحترم العلماء ويعظمهم. ومجرد ما تمكن انقلب على علماء يعني الأزهر. كان محمد علي يبدي حماسا شديدا لكي يصبح خادما مطيعا للسلطان العثماني، إلا أن السلطان كان يتوجس منه خيفة فأمر بنقله عن ولاية مصر. إلا أن محمد علي كان يتقرب جدا للمشايخ ويظهر يعني برز الثعلب يوما في ثياب الناسكين ولا العابدين، فكان يقرب العلماء الذين كانوا يشكلون يعني ممثلون الرعية في مصر كعمر مكرم والشرقاوي والشيخ السادات وأمثاله من العلماء، فكان يكرمهم جدا ويبدي لهم الانصياع والمحبة والتعظيم للدين. فالسلطان كان دايما يتوجس محمد علي فأمر بنقله عن مصر، إلا أن تدخل العلماء مرة أخرى جعل السلطان يصدر فرمانا آخر بتثبيته على ولاية مصر في شعبان 1221. أشك أن العلماء يعني ناس طيبين كانوا ويريدون الخير، ولكن يبدو أن مفهوم الحج محمد هتلر مفهوم قديم عندنا نحن المصريين. أي واحد يظهر لنا شوية تعاطف إسلامي فإيه بالروح والدم نفديك يا فلان، وفلان دي تتغير بقى من عصر إلى عصر. فيبدو إن هم ما صدقوا لقى واحد زي محمد علي وراجل بيشاورهم ويعظم الدين وكذا بمنتهى السهولة، عاد تاني مفهوم الحج محمد هتلر كما ذكرنا من قبل. فطبعا العلماء لما الوالي عزلوا بعتوا هم ارسلوا للعلماء وزكوا محمد علي لدى الباب العالي في تركيا. وصف الجبرتي محمد علي بأنه مخادع وكذاب يحلف الأيمان الكاذبة، ظالم لا عهد له ولا ذمة، يضمر السوء، وأنه استخدم العنف والجور في نفس الوقت الذي يعد فيه بالعدل. لما تمكن محمد علي تنكر للشعب وللعلماء وكشف القناع عن وجهه، وعزل العلماء عن الشعب، فأفسد كثير من العلماء بأن أغدق عليهم العطايا والهبات وفتح لهم باب التنافس في الدنيا، فانعزلوا تماما عن الناس، ولم يخرج عن هذه القاعدة تقريبا إلا عمر أو السيد عمر مكرم رحمه الله تعالى. كانوا يقرؤون، هو سمع عن كتاب الأمير لميكافيلي فطلب أن يترجم له الكتاب، فكان كل فترة يقرأ حاجة مما يترجم، فلما وصل ترجمة الصفحة 10 من كتاب الأمير لميكافيلي توقف عن قراءته. ومعروفة السياسة الميكافيلية اللي هي إيه؟ الغاية تسوغ الوسيلة. فلما وصل للصفحة 10 توقف عن قراءة الكتاب وقال يعني يجي إيه جنب اللي عندي أنا، قال إنه يمتلك من الحيل ما لم يخطر لميكافيلي على بال. فيعني احتقر الكتاب والمفهوش الحيل التي عنده أو في رأس محمد علي. حرص محمد علي على أن يجمل صورته في عين الغرب ويقفو آثارهم في التحديث، بل ويفكر كما قال هو عن نفسه بعقل إفرنجي وهو يلبس القبعة العثمانية.
صمم محمد علي على بناء مجتمع عصري لا يعتمد على الدين، بل يتحلل قدر الإمكان من التزامات الدين، وينفتح على الغرب بمستشاريه وضباته ومدارسه ومعاهده، بل حتى قوانينه، ويراهن في صراعه مع الباب العالي لا على المزايدة الإسلامية، بل على إعجاب الدول العظمى غير المسلمة بتحضر مجتمعه ونظافته من التخلف الشرقي وضعف دور رجال الدين فيه. قال أرنولد توينبي المؤرخ الإنجليزي: كان محمد علي ديكتاتورا أمكنه تحويل الآراء النابليونية إلى حقائق فعالة في مصر. وإن تاريخ محمد علي تاريخ مليء بالظلم والظلمات والطمع والطموحات. كان كل همه أن يبني مجدا شخصيا له ولأسرته، وهو رفع يعني شعار مصر للمصريين لا للعثمانيين، أو كان هذا لسان حاله. فكان كل همه أن يبني مجدا شخصيا له ولأسرته عن طريق تكوين إمبراطورية ممتدة مثل ما فعل الإسكندر ونابليون. ولقد صدق فيه قول وزير خارجية بريطانيا لورد بالمرستون: إن محمد علي يبني على الرمال. ولازم نتذكر أن بمناسبة كلمة ثقافة الاعتذار والتقدم الذي وصلت إلى اليابان، إن اليابان بدأت تماما في نفس الوقت الذي بدأت فيه مصر بالأخذ بالنهضة، ولكن نتيجة سلوكيات محمد علي وأخطائه حصلت هذه الفجوة ووصلنا إلى ما نحن فيه الآن. يعني حاول محمد علي أن يكون قوة عظمى على حساب المسلمين وحدهم، فقد حارب الخليفة العثماني وحارب دعوة التوحيد والتجديد في نجد، وغدر بعلماء الأزهر بعد أن مكنوا له، وطمس هوية مصر المسلمة العربية. يقول جورج كيرك: كان محمد علي يجمع بين الطموح وبعد النظر بدرجة لا مثيل لها في أي حاكم شرقي آخر في القرن التاسع عشر. فلعلمه بأن الدولة العثمانية كانت ماضية في طريق الاضمحلال، بذل غاية وسعه لتوطيد مركزه في حكم مصر وجعله وراثيا في ذريته من بعده. المقصود من هذه المقدمة وهذا المدخل الإشارة إلى سيرة وأخلاق محمد علي وبيان حقيقة دوره في إضعاف الأمة الإسلامية، والذي تجلى في أبشع صوره من خلال حملته على الدعوة الوهابية بنجد، ثم انقلابه على الدولة العثمانية، حيث مجرد فراغه من ضرب الوهابيين في الجزيرة العربية بدأ يزحف على الشام، واستولى على الشام وأذاق أهلها الويل والوحشية كما هو معلوم، وامتدت جيوشه حتى وصل بجيوشه إلى قلب الأناضول، وأصبح الطريق إلى اسطنبول مفتوحا أمامه. يعني كان هيوصل كمان عاصمة يعني الخلافة. قبل أن ندلف إلى النقطة التالية، يعني أشير لعبارة للشيخ محمد عبده رحمه الله وغفر له في إحدى مقالته يصف فترة حكم محمد علي، يقول: ماذا صنع محمد علي؟ لم يستطع أن يحيي، ولكنه استطاع أن يميت. اتخذ من الأمن سبيلا لجمع السلاح من الأهلين حتى أفسد بأس الأهالي، رفع الأسافل وأعلاهم في البلاد والقرى حتى انحط الكرام وساد اللئام. اجتمع على سكان البلاد المصرية في عهده ذلان: ذل ضربته الحكومة الاستبدادية المطلقة، وذل سامهم الأجنبي إياه ليصل إلى ما يريده منهم غير واقف عند حد أو مردود إلى شريعة. قالوا إنه اطلع على نجم العالم في سماء البلاد. نعم، عني بالطب لأجل الجيش والكشف على المجني عليهم في بعض الأحيان عندما يراد إيقاع الظلم عليهم، وعني بالهندسة لأجل الري حتى يدبر مياه النيل بعض التدبير ليستغل إقطاعه الكبير.
هل فكر يوما في إصلاح اللغة العربية أو التركية؟ هل فكر في بناء التربية على قاعدة من الدين؟ أين البيوت المصرية التي أقيمت في عهده على قواعد التربية الحسنة؟ أرسل جماعة من طلاب العلم إلى أوروبا ليتعلموا بها، فهل أطلق لهم الحرية وأن يبثوا في البلاد ما استفادوا؟ كلا، ولكنه اتخذهم آلات تصنع له ما يريد، وليس لهم إرادة فيما تصنع. هل كانت له مدرسة لتعليم الفنون الحربية؟ أين هي؟ وأين الذين نبغوا من طلابها؟ فإن وجد أحد نافع فهل هو من المصريين؟ ترجمت كتب كثيرة في فنون شتى من التاريخ والفلسفة والأداب، ولكن هذه الكتب أودعت المخازن يوم طبعت وأغلقت عليها الأبواب إلى آخر عهد إسماعيل مع التحفظ من الفلسفة طبعا. حمل الأهالي على الزراعة ليأخذ الغلات، ولذلك كانوا يهربون من امتلاك الأطيان كما يهرب غيرهم من الهواء الأصفر. يقولون إنه أنشأ المعامل والمصانع، ولكن هل حبب إلى المصريين العمل والصنعة؟ ونرجع تاني لليابانيين ومدى حبهم الشديد للعمل وللصناعة. اليابانيين لما الدولة تديهم أجازة بيعملوا مظاهرات. إزاي يعني يبعدوا عن العمل؟ يقولون إنه أنشأ جيشا كبيرا فتح به المماليك ودوخ الملوك، وأنشأ أسطولا تثقل به ظهور البحار وتفخر به مصر على سائر الأمصار. فهل علم المصريين حب التجنيد وأنشأ فيهم الرغبة والفتح والغلب، وحبب إليهم الخدمة في الجندية وعلمهم الافتخار بها؟ لا، بل علمهم الهرب منها، وعلم آباء الشبان وأمهاتهم أن ينوحوا عليهم يعني إذا خرجوا للتجنيد معتقدين أنهم سينالون الموت. هل شعر مصري بعظمة أسطوله أو بقوة جيشه؟ وهل خطر ببال أحد منهم أن يضيف إلى ذلك قوله هذا جيشي وأسطولي أو جيش بلدي أو أسطوله؟ ودي نقطة مهمة جدا، أن الجيش لم يكن مصريا. كلا، لم يكن شيء من ذلك، فقد كان المصري يعد ذلك الجيش وتلك القوة عونا لظالمه فهي قوة خصمه، كذلك كان يعدها كل عثماني في مصر أو في غير مصر. هذه مقالة الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى. طبعا محمد علي أول ما ملك وتمكن أقام احتفالا، والسلطان العثماني لما يعني أرسل والي البصرة ووالي الشام يحاولوا يضربوا الدعوة الوهابية فباءوا بالفشل، فحينئذ كلف محمد علي باشا أن يعني يخرج حملة للقضاء على الدعوة الوهابية. فنظم محمد علي، طبعا محمد علي لو الجيش بتاعه هيسيب مصر ويروح السعودية يخاف من مين؟ من المماليك، وكان في مشاكل كثيرة مع المماليك. فنظم احتفالا بمناسبة تقليد ابنه أحمد توسن قيادة الجيش المتوجه لحرب الوهابيين. دعا الأمراء والبكوات والكشاف من المماليك، طبعا أتوا في احتفال كبير في القلعة، رحب بهم. يمكن اللي بيروح يزور القلعة دي حتى الآن موجودة، هذه القاعة موجودة، القاعة اللي استقبل فيها المماليك والضيوف. رحب بهم وأشربهم القهوة، ثم دعاهم إلى السير في موكب ابنه، ولم يكد ركب المماليك يدخل إلى الطريق الصخري المنحدر حتى أغلق الباب في وجوههم، لأن يعني طريق صخري ضيق مش هيقدروا يعملوا أي مناورات، مش هيقدروا يهربوا، فوجدوا الباب أغلق في وجوههم وفوجئوا بالرصاص ينطلق في وجوههم من الحراس الذين احتشدوا حول الباب. حاولوا الرجوع القهقرة فجوبهوا بالرصاص من كل جانب، وكانت هناك فرقة ألبانية في الأعلى أيضا ظلت تضربهم، فنجا منهم مملوك واحد فقط اسمه أمين بيك، ده الوحيد اللي استطاع أنه يقفز بالفرس، والمكان حتى الآن من يزور القلعة بيرى هذا المكان كان عالي جدا، لكن هو استطاع أن يهبط بالفرس يعني يقفز وينجو، وحتى يخبره عن هذه المذبحة، وإلا ربما ما كان شعر بها أحد.
فدي كانت بمناسبة خروج حملة توسن باشا إلى الجزيرة العربية. لما رأت الدولة العثمانية عجز والي البصرة ووالي الشام عن التصدي للوهابيين، كلفت والي مصر يومئذ محمد علي باشا بهذه المهمة، فسير جيشا قوامه 14,000 من المقاتلين إلى الحجاز بقيادة ابنه أحمد توسن. طبعا هذا الجيش، ودي نقطة مهمة جدا، وهي دي جواب السؤال الذي أثرناه آنفا، وهو: هل نحن المصريين مطالبون بالاعتذار للعالم الإسلامي عن جرائم محمد علي باشا وابنيه؟ الجواب سوف يأتي في ضمن أن هذا الجيش أصلا لم يضم مصريين إطلاقا. فهذا الجيش هو نفسه الذي كان يذيق المصريين الويل، وكان يتكون كما قال محمد جلال كشك من قطعان البرابرة المتوحشين من الأرناؤوط وغيرهم. وصلت المراكب التي تحمل جيش توسن إلى ينبع لإنقاذ الحجاز ممن أسموهم الخوارج، إن الوهابيين خوارج. فماذا فعلت؟ طيب ما هي ينبع دي كانت بعيدة خالص عن نجد والمشاكل اللي في نجد، والحجاز كانت في يد الأشراف، يعني ينبع دول الناس ما لهمش دعوة بالموضوع. فأول ما دخلت الحملة وعبرت البحر الأحمر في ينبع، نهبت كما يقول جبرتي، نهبت ما كان بالينبع من الودائع والأموال والأقمشة والبن، وسبوا النساء والبنات الكائنات بالبندر، وأخذوهن أسرى يبيعوهن على بعضهم البعض. ده أول القصيدة. قاتل الوهابيون ببسالة، ووقعت هزيمة منكرة بجيش توسن، ففر الجنود وكأنما العفاريت في أثرهم تريد خطفهم. راح الجبرتي. كما تعرفون دائما الهزيمة بتكون يتيمة، ما حدش بيعترف بأنه أبوها وأن السبب فيها، ومن ثم بدأوا يتكلمون ما السبب في هذه الهزيمة. لكن الجبرتي فخر المؤرخين المصريين راح يفتش عن أسباب الهزيمة، هزيمة جيش توسن، فأقام من نفسه لجنة تقصي الحقائق، فأثبت في تاريخه ما يأتي. يقول الجبرتي رحمه الله تعالى: حدثني بعض أكابرهم، أكابر قواد في جيش توسن، حدثني بعض أكابرهم ممن يدعون الصلاح والتورع، قالوا: أين لنا بالنصر؟ يعني على الوهابية، أين لنا بالنصر وأكثر عساكرنا على غير الملة، وفيهم من لا يتدين بدين ملحد ولا ينتحل مذهبا، وصحبتنا صناديق المسكرات، ولا يسمع في عراضينا أذان ولا تقام فريضة، ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين. والقوم يعني الوهابيين إذا دخل الوقت أذن المؤذنون، وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد بخشوع وخضوع، وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائمة أذن المؤذنون وصلوا صلاة الخوف، فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر الأخرى، وعسكروا يتعجبون: إيه اللي بيحصل في صلاة بالشكل ده؟ ده فعلا خوارج. وعسكروا يتعجبون لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته. إلى أن قال: وكشفوا عن كثير من قتل العسكر العثماني فوجدوهم غلفا غير مختونين. ولما وصلوا بدرا واستولوا عليها وعلى القرى والخيوف، وبها خيار الناس وبها أهل العلم والصلحاء، نهبوا وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم، فكانوا يفعلون فيهم ويبيعونهم من بعضهم لبعض، ويقولون هؤلاء الكفار الخوارج، حتى اتفق أن بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بعض العسكر زوجته، فقال له: تبيت معي هذه الليلة وأعطيها لك في الغد. كان من المقرر قبل خروج حملة توسن أن يصطحب 6 من علماء الأزهر وفقهائه حملة محمد علي الأولى إلى جزيرة العرب تحت قيادة توسن باشا، ولكنهم تخلفوا في الشرقية بأعذار مختلفة وكلها من التكئات الواهية، فهم مطالبون بمناظرة علماء التوحيد أمام الناس عند الغزو كنوع من الإعلام
يستخدمه الأتراك لإحراج علماء الوهابيين. وعلماء الأزهر يدركون أن ما يقوله العلماء هناك حق وصدق، وهو لب الدين وجوهره، ويصعب عليهم أن يقولوا ما لا يعتقدون، وإن قالوا فلن يجدوا الأدلة على باطلهم من القرآن والسنة، وسيكون موقفهم مزريا ومثيرا للخجل والاحتقار. ولم يكن منتظرا منهم أن يذهبوا مع الحملة إلى جزيرة العرب ثم يعلنوا انضمامهم إلى إخوانهم من العلماء، تاركين أهلهم ووالديهم في مصر تحت رحمة الباشا الطاغية، ثم هم ليسوا من طلاب الشهادة والاستبسال بوجه عام. طوسون باشا في بداية الخروج للدعوة الوهابية كان سنه 17 سنة، اللي هو قائد الحملة. توفي عقب عودته من الحملة على الوهابية وعمره 20 سنة من مرض مفاجئ لم يمهله أكثر من 10 ساعات. كان طوسون أجرى صلحا مع الوهابيين وانتهت المشكلة بينهم، لكن لم يوافق محمد علي على الصلح الذي أبرمه ابنه طوسون مع عبد الله ابن سعود، فجهز ابنه إبراهيم بحملة جديدة على نجد مجهزة بمدافع ضخمة. كانت عاصمة الدولة السعودية، العاصمة الأولى هي الدرعية. فكانت الهدف حصار الدرعية، فالذي وضع خطط حصار الدرعية وأشرف على تنفيذها المدعو مسييه فيسير، الضابط الفرنسي الذي اصطحبه إبراهيم باشا مع طاقم من الخبراء الأجانب. عسكر بالحناكية شرق المدينة وبدأ بإغراء البدو، فوقفت القبائل بقوة إلى جانبه، يعني اعتمد على شراء ذمم البدو عن طريق الذهب والأموال، فخانوا الوهابيين. وقد كانت قبل ذلك هذه القبائل مع الإمام سعود، فسبحان مقلب القلوب. وسار إبراهيم باشا بجيشه من الحناكية إلى الرس فقاومه أهلها، ثم استسلموا، ثم احتل عنيزة وبريدة والمذنب أو المذنب، ودخل الوشم وشقرة، وقاومه أهل ضرما، فبما أنهم قاوموه أباحها لجنوده. وساروا إلى الدرعية فحاصروها 5 أشهر. كانت النجدات خلال هذه المدة تتوالى على إبراهيم باشا من مصر والبصرة والمدينة والقصيم، إلا أن هذه المسيرة لم تكن نزهة سهلة، وإنما كلفته غاليا من العدة والعتاد. وبقيت الدرعية التي انبثقت منها رسالة التوحيد كالطود الأشم، إلا أن ضعاف النفوس أخبروا إبراهيم باشا بعورات المجاهدين، مما كشف المدينة أمامه، فحمل بجنوده ومدافعه، وجرت معارك طاحنة طارت فيها الرؤوس وهدمت فيها القلاع والحصون واشتعلت الحرائق. وعلى الرغم من هول الموقف لم يفر رجال الدرعية رغم محاصرتهم، وعقد الصلح مع سقوط آخر موقع، واستسلمت الدرعية للقضاء المقدر. يقول ابن بشر: ثم أمر العساكر أن يهدموا دورها وقصورها، وأن يقطعوا نخيلها وأشجارها، ولا يرحموا صغيرها ولا كبيرها، فابتدر العساكر مسرعين وهدموها، وبعض أهلها فيها مقيمون، وقطعوا الحدائق وهدموا الدور والقصور، ونفذ فيها القدر المقدور، وأشعلوا في بيوتها النيران، وأخرجوا جميع من كان فيها من السكان، فتركوها خالية المساكن كأن لم يكن بها من قديم ساكن، وتفرق أهلها في النواحي والبلدان، وذلك بتقدير الذي كل يوم هو في شان. فور الاستيلاء على الدرعية أرسلت بريطانيا مبعوثها جورج فورستر سادلر ليهنئ إبراهيم باشا على انتصاره، وبعث شاه العجم وملك الرافضة في إيران رسالة إلى محمد علي باشا يعبر فيها عن فرحته الشديدة، وبعث إليه بسيف من حديد توارثته ملوك الرافضة، وخاتما من فيروزج، يعني كل من يصفق لك أقل لك من أنت. أنشأ الشيخ عبد العزيز ابن حمد ابن ناصر، وهو أحد تلامذة شيخ الإسلام عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، قصيدة في رثاء الدرعية تسمى عند علماء الدرعية القصيدة الطنانة. أبكت الناس
وهي تصور بطش إبراهيم باشا وجنوده. قال رحمه الله: وكم قتلوا من عصبة الحق فتية هداة وضاة ساجدين وركعا، وكم دمروا من مربع كان آهلا فقد تركوا الدار الأنيسة بلقعا، فأصبحت الأموال فيهم نهائبا وأصبحت الأيتام غرثا وجوعا، وفرق الإخوان من كان قاطنا وفرق إلف كان مجتمعا معا. ثم دعا الناس إلى الصبر على قضاء الله ونبذ اليأس وانتظار الفرج، فقال: ألا أيها الإخوان صبرا فإنني أرى الصبر للمقدور خيرا وأنفعا، ولا تيأسوا من كشف ما ناب إنه إذا شاء ربي كشف ذاك تمزعا، عسى وعسى أن ينصر الله ديننا ويجبر منا اليوم ما قد تصدعا، ويعمر للسمح ربوعا تهدمت ويفتح سبلا للهداية مهيعا. أما إبراهيم باشا الطاغية الذي لا يحترم صغيرا ولا كبيرا ولا عالما، فقد أحضر في مجلسه العالم الجليل سليمان ابن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولد سنة 1200 هجرية في الدرعية، وكانت في أوج قوتها تعج بكثير من العلماء والأعلام، فنشأ بها وقرأ القرآن حتى حفظه، وقرأ على عدد من علمائها. وكان سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب كان نادرة في العلم والحفظ، فقيها متكلما ومفسرا محدثا، من تصانيفه أوثق عرى الإيمان والتوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق، وله أشهر كتاب له تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لجده، وله تذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إبراهيم باشا أحضر هذا العالم الجليل سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وأظهر بين يديه آلات اللهو والطرب، وقال له: ماذا تقول بهذه؟ فرد عليه الشيخ سليمان قال: إنها حرام ولا يجوز الاستماع إليها. فقام هذا الطاغية وأخرجه إلى المقبرة، ثم أمر جنوده أن يطلقوا عليه النار، فلا نقول سقط لكن ارتفع إن شاء الله شهيدا، ومثلوا بجثته وقطعت إربا إربا ومزقت عضوا عضوا. يقول المؤرخون إن إبراهيم باشا لم يحترم شروط الاستسلام رغم توقيعه عليها، لأنه ذبح رؤساء العشائر التي وقفت إلى جانب الإمام في الدفاع عن عاصمة الدولة العربية السعودية الأولى، وتفنن في تعذيب الزعماء والعلماء على السواء، فطرح بعضهم مقيدا تحت سنابك الخيل، ووضع البعض الآخر أمام أفواه المدافع لتمزقهم القذائف شر ممزق. كما أمر بتعذيب القاضي العلامة أحمد ابن رشيد الحنبلي أمامه بالضرب والطعن بالحراب، ثم قلعت جميع أسنانه واحدة واحدة. وكان أفظع من ذلك كله أنه أمر بعد عدة أشهر من استسلام الدرعية بطرد أهلها منها، بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ، ليأمر بعدها بدك المدينة جميعها بالمدفعية، وأشعل النيران في كل أحيائها، وقطع أشجار النخيل من البساتين المحيطة بها. ثم أمر إبراهيم باشا الألباني بعد المصالحة أن يتجهز الإمام عبد الله بن سعود للمسير إلى السلطان، فخرج من الدرعية إلى القاهرة ثم إلى الإسكندرية، ورحلوا به إلى الأستانة، حيث طوفوه في الأسواق ثم أعدموه. يقول الزركلي: عبد الله بن سعود من أمراء نجد، وليها بعد وفاة أبيه سنة 29 و200 وألف، ونازعه أخوه فيصل بن سعود فضعفت شوكته، وحاربته جيوش العثمانيين القادمة من مصر، وتغلب عليه قائدها إبراهيم باشا، فطلب الصلح وأجابه إليه إبراهيم، فتم الصلح، وأرسله إبراهيم إلى مصر. وإبراهيم لما قابله أحسن معاملته جدا، لأنه انبهر ببسالته في القتال أثناء حصار الدرعية. نفس الشيء محمد علي أصلا لما قابله هنا في مصر أكرمه جدا، لأن أعجب بشخصه وببسالته في القتال.
فأكرمه واليها محمد علي باشا ووعده بالتوسط له عند حكومة الأستانة. فقال عبد الله: المقدر يكون. وحمل إلى الأستانة هو ومن معه، فطيف بهم في شوارعها 3 أيام متتابعات، وأعدموا في ميدان مسجد أيا صفيا، وقطعت رؤوسهم، وظلت جثثهم معروضة 10 أيام. يقول ابن بشر في ترجمة الإمام عبد الله بن سعود رحمه الله: كان مقيما للشرائع، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كثير الصمت حسن السمت، باذل العطاء، موقرا للعلماء، وكان صالح التدبير في مغازيه وفي الدرعية ومجالس الدروس وفي قضاء حوائج الناس وغير ذلك على سيرة أبيه سعود. ذكر الجبرتي القسوة البالغة التي لازمت غزوات جيوش محمد علي الألباني، والفظائع التي ارتكبها ابنه طوسن وابن زوجته، أو ابنه، هل هو تبناه أو ابنه، دي قضية مش واضحة، إبراهيم باشا، وولاة الترك في حوادث 1228 و1229 و1230 و1234 و1236. من هذه الفظائع التي ارتكبتها جيوش محمد علي: رمي جثث القتلى للوحوش والكلاب، وحمل الأسرى من أشرف القوم إلى مصر والأستانة في رقابهم الحديد. أسروا حوالي 400 من آل سعود وآل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فحملوا إلى مصر والأستانة في رقابهم الحديد، يطاف بهم في البلاد على هذه الحالة المهينة، ثم يقتلون. ومنها تخريب الدرعية 2 مرات، وقتل من طالته أيديهم من آل سعود وآل الشيخ، والتنكيل بالعلماء وقتلهم بعد تعذيبهم، فمنهم من كان يربط بأفواه المدافع ثم تطلق فتتناثر لحوم جثثهم في الفضاء، ومنهم من كانت تخلع جميع أسنانه قبل قتله. ومن هذه الفظائع التي تجاوزت الحدود ما رواه الجبرتي في حوادث سنة 1227 من أعمال النهب والسلب وهتك الأعراض، وذلك كله مع ما عرفت به جيوش محمد علي الألباني من المجاهرة بارتكاب المعاصي والاستخفاف بالدين وإشاعة الفاحشة جهارا في رمضان ولياليه، مما وصفه الجبرتي رحمه الله في حوادث سنتي 1227 و1229. قال الشيخ عبد الرزاق البيطار في كتابه حلية البشر في تاريخ القرن 13 في ترجمة إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا خديوي مصر والقاهرة، قال في ترجمته: غشوم ظالم وظلوم غاشم، خليفة الحجاج في أفعاله، وناهج منهجه في أقواله وأحواله، محتو على الفساد، منطو على الأنكاد، مجبول على الغلظة والقساوة، مجعول من الفظاظة، معدوم من اللطافة والطلاوة، متضلع من الأذى. لم يخلق الله تعالى في قلبه شيئا من الرحمة فينتزع، ولم يودع الله لسانه لفظا من الخير فيستمع، سفاك لدماء المسلمين، نباذ لطاعة أمير المؤمنين، كان يعتقد أن ذلك ليس أمرا ذميما، ولا يهوله قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يلفت نظرنا هنا وصفه لإبراهيم باشا بأنه نباذ لطاعة أمير المؤمنين أي الخليفة العثماني، لأن في الحقيقة هو محمد علي كان عنده طموحات، فهو يريد التوسع في نجد بحيث أن يقول بقى هو يمسك الجزيرة العربية، وبعدين يبدأ يزحف، ووصل أطماعه إلى أنه نابذ السلطان نفسه، فهو ما كانش عامل حاجة للإسلام ولا عشان حتى أمير المؤمنين ولا الخلافة العثمانية، لا ده هو لمصلحته الذاتية كما هو شأنه. فمحمد علي وابنه إبراهيم قلب للخليفة العثماني ظهر المجن، وانقلب عليه بعدما فعلوه بالوهابيين، وأسفر عن أطماعهما التوسعية داخل جسد الدولة العثمانية، مما ترتب عليه أن السلطان عزل محمد علي، وجرى قتال بينه وبين الجيوش العثمانية، ثم أعلن محمد علي عزل السلطان محمود العثماني، وطبعا بدأ محمد علي يتضخم جدا،
داخل الدولة العثمانية حينئذ لم تجد الدول ذات التأثير في ذلك الوقت إلا أن تجتمع كلها وتحطم جيشه، أو تحطم بتعبير أدق أسطوله. ثم أعلن محمد علي عزل السلطان محمود العثماني، ثم تعاونت دول عدة منها إنجلترا مع الدولة العثمانية، كل الدول اجتمعت عليه، روسيا وإنجلترا والدولة العثمانية، وهزمت محمد علي. ويقول الشيخ عبد الرزاق البيطار أيضا في كتابه الآن في الذكر حلية البشر: ثم إن إبراهيم باشا لما ازداد في سموه وزاد في عتوه منعته الأجانب، وتعصبت الإنجليز إلى الدولة في الظاهر لتوطيد أركانها، وفي الباطن خشية من انتشار قوة إسلامية شابة ذات سلطة ومركزها مصر، فتخشى أن تمتد من هناك إلى الهند الذي هو روح قوة الإنجليز، لا سيما إذا عاضدته إحدى الدول الأوروبية مثل فرنسا، فلذلك حاربته مع الدولة العثمانية التي هي إذ ذاك على تعب شديد من حرب روسيا والثورات الداخلية واستقلال اليونان وغير ذلك. فقهروا محمد علي باشا، ولكن لإتمام مقاصد الإنجليز لم تسمح الدولة بالاستيلاء التام على مصر لمراعاة المقاصد المشار إليها أيضا اللي هي توازن القوى، فكان الأوفق لها إبقاء مصر على شبه استقلال ليضعف كل من الجهتين، وبقي محمد علي باشا واليا على مصر على شروط معلومة، وجاء خبر الصلح على ذلك إلى الشام إلى آخره. أيضا يحكي سلوكه في بلاد الشام، يقول: وكان قد تمكن إبراهيم باشا من البلاد الشامية وقهر الناس واستباح الحرام وفعل جميع الموبقات والآثام، فلم يبق شيء من القبائح في زمنه إلا وقد فعل بدون إنكار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان قد وضع بعد إحصاء أهل المدن والقرى في دفتر على كل فرد من البالغين منهم مالا، وأقله 15 قرشا وأكثر 500 قرش تؤخذ منه في كل سنة، كما وضع ذلك من قبل على أهل مصر. واستولى العسكر على أكثر المساجد والمدارس والتكايا، دي بلاد الشام مفيش وهابيين ولا حاجة، ومنعوا المصلين من دخول المساجد والمدارس والتكايا، ومنعوا المصلين من دخولها وجعلوها لسكانهم ولدوابهم، وذلك سنة 49، فكان ذلك سببا لضياع أوقافها وخرابها. وقدم العيسوية أي النصارى على المحمدية، وأذل أهل الشرف والعلم وذوي الاحترام، وأعز الأسافل والطغاة على الإسلام. ثم بعد رجوعه من البلاد الرومية لا زال يدور في البلاد الشامية حتى وصل في أواخر سنة 49 القدس الشريف في أيام الموسم، فوقعت هناك فتنة بين العيسوية تلف منها خلق كثير. كان لابد من الاطلاع على هذا الفصل التاريخي فيما يتعلق بتاريخ محمد علي وولديه. في ذلك الوقت يعني من حسن الحظ أن هذا الزمان ازدان بوجود المؤرخ العظيم السلفي الكبير الشيخ عبد الرحمن الجبرتي رحمه الله تعالى، كان من مشاهير علماء الأزهر، كان يطالع ويدون في حذر ما يأتيه من أخبار الحركة الوهابية، وكان أحيانا يقتصر على ذكر ما يترامى إليه من أخبار وما يجيء في المعلومات الرسمية، ولكن الحقيقة لا يمكن أن تخفى على كل الناس كل الوقت، إذ انقشع الضباب وأسفر الصبح عن وجه الحقيقة. مثلا يقول الجبرتي: وحضر صحبة الحجاج كثير من أهل مكة هروبا من الوهابي، ولغط الناس في خبر الوهابي واختلفوا فيه، فمنهم من يجعله خارجيا وكافرا وهم المكيون ومن تابعهم وصدق أقوالهم، ومنهم من يقول بخلاف ذلك لغلو غرضه. يقول الأستاذ أحمد رائف: واضح أن الجبرتي قد اختار معسكره لا لسبب إلا لأن المعلومات قد توفرت، فقد زود الوهابيون الحجاج ببعض المنشورات التي تشرح فكرهم، وقرأها الجبرتي كما ناقشها مع الحجاج العائدين، وسمع منهم وسألهم، ثم سلك سلوك المؤرخين الشرفاء أو الصحافيين المخلصين لشرف المهنة، وأثبت منشور الوهابي حرفيا.
وأرسل الوهابي إلى شيخ الركب المغربي كتابا ومعه أوراق تتضمن دعوته وعقيدته. ثم يثبت هنا منشور كامل بيعلن عقيدة الوهابيين ويعني فهمهم للإسلام بصورة يعني واضحة جدا. أنا اختصر يعني أتجاوزها فقط اختصارا. يبين هنا يعني التبرؤ من مظاهر الشرك، وكيف أن التوحيد دعوة جميع الرسل، و يعني مقام النبي عليه الصلاة والسلام وحقوق التوحيد. الكلام كله طبعا كلام مبارك، لكن أكيد تعرفون يعني معظمه، إلى أن يقول بعد ما بين المنكرات والشركيات التي يحاربها الدعوة، قال: فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس، حتى آل الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا أموالنا، حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم، وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعد أن نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع السلف الصالح إلى أن قال: وندعو الناس لإقامة الصلوات في الجماعة على الوجه المشروع، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، إلى آخره، إلى أن يقول الأستاذ أحمد رائف: أثبت الجبرتي منشور الأعداء. المفروض الدولة في حالة حرب مع الوهابية، فهو أثبت في داخل التاريخ الذي يدونه منشور الوهابيين، ليس في أوراقه الخاصة أو في يومياته فحسب، بل وفي تاريخه الذي وضعه بعدما هزم الوهابيون، فهو أثبته إذن عن اقتناع وإيمان. وكيف لا يتأثر الجبرتي بهذه المفاهيم التي يعرف صحتها وصدق استلهامها من روح الإسلام وأحكامه؟ وكيف لا يعجب بدعاتها وهو يعيش في عالم مخيف تتحكم فيه عناصر بلا عقيدة وتستمتع بإهدار الشريعة والأعراف؟ ولو اكتفى الجبرتي بإثبات نص المنشور في كتابه المعد للتداول في دولة الباشا المحارب للوهابيين لكفاه فخرا وشهادة له بالأمانة التاريخية والشجاعة الأدبية، ولكن نرى الجبرتي وقد تكونت لديه صورة واضحة للموقف. يسجل لأول مرة رأيه بصراحة معلقا على المنشور بعدما أثبت المنشور كاملا. قال الجبرتي: أقول إن كان الحال كذلك فهذا ما ندين الله به نحن أيضا، وهو خلاصة لباب التوحيد وما علينا من المارقين والمتعصبين. وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان، والحافظ المقريزي في تجريد التوحيد، والإمام إليوس في شرح الكبرى وشرح الحكم لابن عباد، وكتاب جمع الفضائل وقمع الرذائل، وكتاب مصايد الشيطان، وغير ذلك. أعلن الجبرتي مروق السلطان العثماني وواليه، أي باشا مصر وحاكمها، إلا أن الأخبار ستتتابع بعد ذلك، وتزداد قناعة الجبرتي ويتأكد انحيازه باتضاح سلامة موقفهم الديني وانطباق سلوكهم على قولهم، ثم بقتالهم ضد عسكر السلطنة الذين يبغضهم الجبرتي أشد البغض، ثم بدخول محمد علي المعركة ضدهم، وهو الذي ناصبه الجبرتي العداء لما رآه ولمسه من خداعه ومكره وإفقاره الشعب وعزل قيادته من طبقة الجبرتي. تحول الجبرتي إلى أقوى داعية للوهابيين في القاهرة، والمصادر لا تعطي صورة واضحة عن مدى انتشار فكرة الوهابية بين المصريين المثقفين، إلا أن موقف الشعب المصري واحتفاءه بالأسرى الوهابيين، بل وكون مصر البلد الإسلامي الذي يضم أكبر عدد من الناس يحملون اسم عبد الوهاب، بل محمد عبد الوهاب، كل هذا يدل على أنه إذا لم يكن للوهابيين دعاية نشطة في مصر، أو أن الظروف لم تسمح لهذه الدعاية بالانتشار والتجذر، فعلى الأقل كانت دعاية خصومهم عاجزة كل العجز عن الوصول إلى عقلية الجماهير خلال حرب دامية دامت 8 سنوات ثم متقطعة لربع قرن، فما زادت المصريين إلا حبا في الوهابية والسعوديين. كان لهذه الدعوة كل المزايا التي تؤهلها للسيادة والانتشار،
وتجعل كل من يسمع بها مؤهلا لاعتناقها لاقترابها من فطرته واتفاقها مع صحيح الدين الذي لا يناقض الفكر والعقل. ولكن كانت هناك دعاية ضخمة مغرضة تختلق القصص عن هؤلاء الدعاة الجدد وتنشر أفكارا لمعاداتهم في بلاد لا توجد فيها طريقة مثلى لنقل الأخبار إلا عن طريق المسافرين والقوافل، حيث تتضخم القصص عند تكرارها وإعادتها مع التعديل فيها مرة بعد مرة. ولعل الوثيقة التي تكلمنا عنها آنفا والتي سلموها للحجاج المغاربة يبينون فيها وجهة نظرهم هي الإعلام الوحيد الذي استطاعوا تقديمه للعالم آنذاك، ناهيك عن أعدائهم وما يملكون من أدوات للحرب الإعلامية تتمثل في الصحف التي تطبع في مصر والشام والعراق وأحيانا في الحجاز وفي الأستانة، وأيضا باللغات الأوروبية المختلفة في العواصم المختلفة، وكلها موجهة ضد الوهابيين وضد أفكارهم الجديدة التي يستهدفون منها نهضة العالم الإسلامي من جديد. كان من عوامل ضعف السعوديين أنهم لا يملكون ناصية الكلام يتحدثون به إلى العالم ليشرحوا وجهة نظرهم وما يريدون، في وقت كان أعداؤهم يملكون كل وسائل الكلام آنذاك، فليس لديهم الأداة لنقل أفكارهم إلى العالم الذي يتربص بهم ويستعدي عليهم جماهير المسلمين في كل بقاع الأرض آنذاك. وقد أحدث هذا سحبا سوداء كثيفة من الدعاية المغرضة ضدهم، أساسها أحاديث مختلقة وقصص لا أصل لها وقسوة خيالية في التعامل مع أعدائهم، وأنهم ضد الإسلام والمسلمين ويريدون هدم المسجد النبوي ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وكان الأثر الإيجابي لهذه الدعاية السوداء التي انتشرت عبر العالم أنه إذا قدر لواحد أو أكثر أن يلتقي بهؤلاء الدعاة الجدد ويستمع إليهم ويرصد سلوكهم، فهؤلاء يكونون خير من يتكلم عنهم وينشر فضائلهم ويجذب إليهم عددا أكبر من الأصدقاء والمؤازرين. فالكلام الأجوف يتبدد مع الزمن برغم ضرره البالغ في وقته، وتظل الحقائق هي الأساس الجيد للبنيان. رأينا هذا في حالة الجبرتي شيخ المؤرخين المصريين في ذلك العصر، كيف كان يستمع إلى البيانات الرسمية ويدونها في يومياته أو تاريخه كما يسمعها ولكن على حذر، ثم يتحول بعد ذلك عندما تكشفت له الحقائق وظهرت له الأمور في وضوح إلى أن يكون من الذين يدافعون عنهم ويقفون في صفهم، ويتحدى في مؤازرته لهم الملوك الجبابرة، ثم يبقى رأيه فيهم تاريخا يقرأ على مر الأيام والقرون. والذي يبدو أن كتابات الجبرتي تركت في نفوس الناس أثرا طيبا عن الوهابيين ودعوتهم، وجعلت بعض علماء الأزهر على رأيهم، وصارت لهم في مصر مجموعات على فكرهم وتؤازرهم وتدافع عنهم وتبلغ أخبار أعدائهم إليهم، فيأخذون حذرهم قدر استطاعتهم. لكن كان لابد أن يدفع الجبرتي الثمن. يقول الأستاذ محمد جلال كشك: أستطيع أن أجزم بأن كتابات الجبرتي عن القضية الوهابية هي السبب الأساسي لما نزل به من تنكيل الباشا إلى حد اغتيال ابنه وتوقفه عن الكتابة ثم نهايته الغامضة الظروف. وقال الزركلي في ترجمة الجبرتي: وقتل له ولد فبكاه كثيرا حتى ذهب بصره، ولم يطل عماه فقد عاجلته وفاته مخنوقا. وقال الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحسين: وبلغ حقدهم الدفين على هذه الدعوة المباركة حتى وصل الأمر إلى قتل ابن المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي، وهو ممن يتحمسون لهذه الدعوة، بإعاز من محمد علي حاكم مصر الذي حارب هو وأبناؤه الدعوة انتقاما من أبيه لتعاطفه مع الوهابيين. ثم نصل إلى أهم نقطة والتي قطعنا كل هذه الرحلة لنصل إليها، وهي تبرئة المصريين من دماء الوهابيين. فالمدرسة الاستعمارية تروج أن المصريين حاربوا الوهابيين،
وبدل أن يقول تلامذتها جيش محمد علي يستسهلون وصفه بالجيش المصري، مع أن الجريمة يتحملها محمد علي وولداه، أما الجيش المصري فلم يكن قد ولد أصلا. الجيش المصري تكون سنة 1820، فمنين جيش مصري وهو أصلا لم يكن قد ولد؟ هذه القضية. فالجيش المصري لم يكن قد ولد أصلا في ذلك الوقت. لقد وصف ابن بشر، وابن بشر مؤرخ نجدي، وصف الجيش الذي حارب الوهابيين بأنه جيش الروم. قال الريحاني: جاء بجيش لا يتجاوز 4000 وفيهم الألباني والمغربي والسوداني، وقد أضاف إليهم في مروره بالصعيد 2000 من الفلاحين للأشغال والخدمة، يعني ليسوا للقتال. وقال خير الدين الزركلي: وكان اشتعال جذوة الحرب على يد واليها، أي الدولة العثمانية بمصر، محمد علي باشا، فوجه جيشا قوامه الأرناؤوط والإنكشارية ممن تمرد على محمد علي وأراد التخلص منهم، وأعقبه بجيش آخر أرغم فيه بعض المصريين على الانخراط فيه وسماهم متطوعين. يقول ابن بشر وهو يصف تركيبة الجيش بما لا يدع مجالا للشك في أنها لم تكن حملة مصرية. يقول ابن بشر رحمه الله: وفي هذه السنة أجمع أمراء الروم الأتراك، يعني أجمع أمراء الروم على المسير إلى الحجاز، والرئيس المقدم بهذا الأمر من جهة الروم صاحب مصر محمد علي. فكانت العساكر التي استقلت من مصر من الترك وأهل المغرب وغيرهم نحو 14,000 مقاتل أو يزيدون. سجل ابن بشر معركة الدرعية في 15 صفحة، ولم يذكر فيها المصريين مرة واحدة، وإنما تحدث عن الحرب مع الروم 42 مرة. هذه أيضا رواية شاهد عيان، وهو كابتن بريطاني زار الدرعية سنة 1819 ورافق الحملة من الدرعية حتى جدة. كتب المعلومات التالية عن تكوين الجيش المصري إلى حكومته في تقرير سري: والرائد الإنجليزي لا يكذب أهله. قال الكابتن سادلير: في حصار الإبراهيم باشا للدرعية كانت قوته كالآتي: الفرسان 850 ترك وأرناؤوط مع الباشا اللي هو إبراهيم، يعني 400 فارس ترك وأرناؤوط مع آزون علي، دول كانوا من الدروز. 300 ترك وأرناؤوط مع رشوان أغا. 400 بربر مغاربة. المجموع 1950 فارس، طبعا ما فيهمش مصريين. المشاة 1725 أرناؤوط هم الألبان، يعني 2575 ترك، 1300 بربر يقصد مغاربة، المجموع 5600. أيضا شهد فيليبي أن حملة طوسن كانت تتكون من 14,000 من الأتراك والمغاربة، فاندحر الأتراك والمراكشيون، مع أنه لو وجد أي أثر لمصري واحد لحرص على إبرازه. الجبرتي من دقته ووعيه لأمانة الكلمة كتب في 24 رمضان سنة 1227 أول أكتوبر 1812 قال: وردت هجانة مبشرون باستيلاء الأتراك على عقبة الصفراء الجديدة من غير حرب، بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب وتدبير شريف مكة. ففي مؤرخ مصري يدعى عبد الرحمن الرافعي من أعيان الحزب الوطني. فالمهم يعني عبد الرحمن الرافعي علق على كلمة كتبها الجبرتي، بيقول: وردت هجانة مبشرون باستيلاء الأتراك على عقبة الصفراء. فالرافعي بيعلق بيقول إيه: كذا يسمي الجيش المصري. وكان الجبرتي يعطف كثيرا على الوهابيين ويدافع عنهم وينتقد الحملة عليهم. طبعا الجبرتي اللي هو معاصر الأحداث بيقول الأتراك، وده بيقول الأتراك لا قصده بيهم المصريين. فطبعا هذا الشرح ان المصريين تساوي الأتراك هذا غير مقبول، لأنه مخالف للتاريخ والجغرافيا واللغة وكل شيء، ان الأتراك تعني المصريين. أيضا يعني الجبرتي الرافعي نفسه في تاريخه يثبت أنه حتى نهاية الجولة الأولى في تاريخ الدولة السعودية، وهي التي تؤرخ بسقوط الدرعية، لم يذهب مصري واحد للحرب في الأراضي الحجازية، لأن تجنيد المصريين في الجيش لم يبدأ كما تقرر جميع المصادر إلا بعد سنة 1820.
وكانت الحرب الوهابية قد انتهت مرحليا سنة 1818 اللي هي 1234 هجرية. وأول فرقة مصرية أرسلت للحجاز ذهبت في النصف الثاني من عام 1824 أو 1240 هجرية بعد سقوط الدرعية ب5 سنوات. فإذا ما لم يشترك المصريين أصلا في جريمة إبادة الدرعية إطلاقا، لأن الجيش ما كانش يتكون أصلا. إن الرافعي لم يكن هنا موضوعيا، بل كان خاضعا لمؤثرات عاطفية وطنية، فإنه ينتمي إلى مدرسة ظهرت في صفوف الحزب الوطني المصري في نهاية القرن 19. كان من أهم أركانها محمد فريد وعبد الرحمن الرافعي، وهي مدرسة حسنة النية، لكنها شوهت طبيعة المواجهة بين محمد علي والدولة السعودية. يقول الأستاذ محمد جلال الكشك رحمه الله: الجيل الذي ينتمي إليه عبد الرحمن الرافعي ومن قبله محمد فريد، وبالذات جماعة الحزب الوطني، كان يخوض حربا قانونية ضد الاحتلال البريطاني. والحجة الأولى التي تسلح بها في دعواه القانونية هي الطعن بعدم شرعية الاحتلال، لأن مصر رسميا جزء من الدولة العثمانية أو الدولة العالية، ولا يحق لبريطانيا الاعتداء على السيادة العثمانية. وكان هذا التيار يتحرك داخل إطارين: الأول هو النظر للدولة العثمانية كآخر حاجز في وجه الاستعمار الغربي، حيث تختلط في مفهومهم الخلافة بالمسألة الشرقية بالعالم الثالث الممدد كالفريسة العاجزة أمام سكاكين الدول الأوروبية تقطع منه ما شاءت، وليس له من أمل في الدفاع إلا التمسك بالعروة الوثقى أو المناداة بوحدة شعوبه المتمثلة في أكبر تجمع حضاري يضمه إطار رسمي وهو الدولة العالية العثمانية. الإطار الثاني الذي كان يتحرك فيه الحزب الوطني هو حب مصر والتغني بأمجادها بصوت عال لطرد أشباح الواقع المذل وبعث الحماسة في شعبها، من خلال الحديث عن انتصار الماضي والتأكيد للإنجليز أن مصر قادرة على الدفاع عن نفسها إذا ما سمح لها بتكوين جيش. والدليل هو انتصارات الجيش المصري من أيام أحمس إلى أيام محمد علي باشا. في تاريخ الدولة العالية أيضا تأليف محمد فريد زعيم الحزب الوطني يقف نفس موقف الرافعي. فإذا لم يكن هو متجردا الرافعي في هذا، كان بيخترع انتصارات وهمية لجيش لم يكن قد ولد، ويدعي أن انتصارات إبراهيم باشا سواء بقى في الجزيرة العربية ولا في الشام ولا كل ده انتصارات الجيش المصري. وهذا طبعا كون الجيش خرج من مصر أو مول قسرا وقهرا من أموال المصريين، والمصريين بخلوا ما كانوا يتعاونون مع محمد علي في تمويل الجيش، لدرجة أن في واحد من كبار الأقباط أو النصارى كان هو الذي ينادي المسلمين ويقول لهم: تبرعوا لإنقاذ كعبتكم يا مسلمين. فالأموال أخذت قهرا والجنود ما كانوا مصريين. يدعي الرافعي أن المصريين كانوا يبتهجون بانتصارات محمد علي وجيشه في الحجاز. يقول: لما وصلت إلى مصر أنباء هذا الفتح قوبلت بابتهاج عظيم، اللي هي فتح حتة بتاعة صغيرة اسمها الشقرة سنة 1818. يستشهد بالجبرتي، مع أن الجبرتي قال قال: حضر مبشر من ناحية الديار الحجازية يخبر بنصرة حصلت لإبراهيم باشا، وأنه استولى على بلدة تسمى الشقراء. فكلمة تسمى يعني للتقليل من شأنها. فكيف يبتهج الناس بفتح بلدة لا يعرفونها؟ إلا أن الجبرتي يكمل: وأن بين عسكر الأتراك والدرعية مسافة يومين، ما دخلنا نحن بعسكر الأتراك؟ ثم يضيف: فلما وصل هذا المبشر ضربوا بقدومه مدافع من أبراج القلعة. هذه هي رواية الجبرتي: مبشر جاء بنصر الأتراك ومدافع من القلعة أطلقت. فأين المصريون من هذا كله؟ ده موقف رسمي ما يعكسش الوضع الشعبي. ولكن الرافعي مصر على توريط الجبرتي، فينسب إليه ما لم يقل، بل عكس ما قاله، فينقل وصف الجبرتي لاحتفالات الباشا بانتصاراته وتجمع المصريين. هو هنا بيشير ان الجبرتي بيقول ان المصريين اتجمعوا، هم شايفين هيصه وحاجات كده، يعني حتى العبارات اللي بيستعملها الشيخ جلال الكشك نحتاج فيها الناس من الجيل القديم شويه يقول لنا معناها. يعني بيقول
ينقل وصف الجبرتي لاحتفالات الباشا وانتصاراته بانتصاراته وتجمع المصريين. وهذا التجمع سواء طوعا أو كرها ظاهرة اجتماعية مصرية، فهم لا يتركون جنازة ولا محملا ولا جمعية تعاونية إلا وتجمعوا حولها. أو كاتب كلمة أنا مش فاهمها، كاتب بيقول توت حاوي كمان لما. في حد يعرف معناها؟ يظهر ان هي كان في زمان كان في حاوي في الشارع يقف ويعمل حاجات، فيظهر ان كان بينادي عشان الناس تيجي، يعني توت حاوي كمان لما، يعني ايه؟ احتشدوا لتشهدوا هذه الألاعيب يعني. ف بيقول خاصة إذا كان المنادي ينادي والعسكر يخرجون الناس والباشا يجري مناورات حربية بحرية، تقوم السفن والمراكب بتمثيل المعارك الحربية، والطبول تدق والمزامير والنقرازانات في السفن، وطبل خانة اللي هي موسيقى الباشا تضرب في كل وقت، والمدافع الكثيرة تضرب في ضحوة كل يوم وعصره وبعد العشاء، وتوقد المشاعل، وتعمل أصناف كل الحراقات والصواريخ والنفوط، وتتقابل القلاع المصنوعة على وجه الماء، ويرمون منها المدافع على هيئة المتحاربين. يقول الكشك: فالباشا فاتح سيرك أو عامل أراجوز، والشعب يتفرج وله فيها مآرب أخرى. ذكرها الجبرتي في أكثر من موضع عند حديثه عن تجمعات المصريين العابثة، دي طبيعة في المصريين. فهل هذا يبيح لمؤرخ أن يستنتج ويقول وهذا يدلك على عظم تقدير الشعب للانتصارات الحربية؟ ده كلام الرافعي. وهذا يدلك على عظم تقدير الشعب للانتصارات الحربية وما تستثيره في النفوس من روح الفخر والعزة. ولا جرم أن الحفلات الحربية هي مظهر من مظاهر تقدم الشعوب وتقديرها لمفاخرها القومية وتكريم الفضائل والأخلاق الحربية. فالحفلات التي وصفها الجبرتي تنطوي على هذه المعاني السامية، وليس عجيبا أن تحتفل مصر بفتح الدرعية، فإن فتحها هو أعظم انتصار نالته في أول حرب خارجية خاضت غمارها في تاريخها الحديث. حرب خاضت غمارها وأصل الجيش لم يكن قد ولد، قبل ما الجيش يتكون بسنتين. يقول كشك محمد جلال كشك، يقول نحن لا حاربنا ولا انتصرنا ولا ابتهجنا، وها هو شاهد العصر. الشيخ الجبرتي يشهد أن معظم الزينة بقى اللي حصلت دي كلها إيه السر فيها؟ يقول كانت من صنع الإفرنج الذين ابتهجوا لقهر الوهابية، سواء عن وعي بخطورة البعث الذي كانت تمثله، وللرفض الغريزي لكل حركة تنادي ببعث الإسلام، أو لأن جيوش الباشا كانت تفتح الجزيرة لتجارتهم، أو حتى لمجرد منافقة الباشا الذي نالوا في عهده الامتيازات ما لم يسبق له مثيل. فلنستمع ما قاله الجبرتي في وصف هذه الاحتفالات بعد ورود نبأ استيلاء إبراهيم باشا على الدرعية. بيقول الجبرتي: فأكثروا من ضرب المدافع من كل جهة، واستمر الضرب من العصر إلى المغرب، بحيث ضرب بالقلعة خاصة 1000 مدفع، وصادف ذلك شنك أيام العيد، وعند ذلك أمر بعمل مهرجان وزينة داخل المدينة وخارجها، وتقايد لذلك أمين أفندي المعمار، وشرعوا في العمل، وحضر كشاف النواحي والأقاليم بعساكرهم، ونودي بالزينة، وأولها الأربعاء، فشرع الناس في زينة الحوانيت والخانات وأبواب الدور ووقود القناديل والسهر، وأظهروا الفرح والملاعيب. كل ذلك مع ما الناس فيه من ضيق الحال والكد في تحصيل أسباب المعيش، وعدم ما يسرجون به الزيت والسيرج والزيت الحار، وكذلك السمن فإنه شح وجوده. دي الحالة الاقتصادية للمصريين في ذلك الوقت. يبقى الواحد إيده في المية والتاني إيده في النار، واحد بيلهو وبيعمل، والجماعة الخواجات والأجانب هم اللي عاملين الاحتفالات ويصرفوا عليه. الناس بقى كان حالها إيه؟ اللي بيدعوا إن المصريين ابتهجوا وأنفقوا على هذه الاحتفالات. يقول: ولا يوجد منه أي الزيت إلا القليل عند بعض الزياتين، ولا يبيع الزيات زيادة عن الأوقية، وكذلك اللحم لا يوجد منه إلا ما كان في غاية الرداءة من لحم النعاج الهزيل. وامتنع أيضا وجود القمح بالساحل والغلة، حتى الخبز امتنع وجوده بالأسواق. ولما أنهي الأمر إلى من لهم ولاية الأمر، أخرجوا من شون الباشا مقدارا يباع في الرقع وقد أكلها السوس، ولا يباع منها أزيد من الكيلة أكثرها مسوس. وكذلك لما شكى الناس من عدم ما يسرج به في القناديل، أطلقوا للزياتين مقدارا من السيرج في كل يوم يباع في الناس لوقود الزينة.
وفي كل يوم يطوف المنادي ويكرر المناداة بالشوارع على الناس بالسهر والزينة وعدم غلق الحوانيت ليلا ونهارا. يعلق كشك يقول: فليجتر الرافعي مجد الفخار والعزة، أما شعب مصر فكان في شغل عن الاحتفال بفتح الدرعية بأكل القمح المسوس واستجداء زيت الباشا لتشعل به القناديل تلبية لتعليمات المنادي. وإذا كان الرافعي يده في ماء الأمجاد التاريخية فإن الجبرتي ومعاصريه كانوا في نار الواقع. يقول الجبرتي: وقد ذهب في هاتين الملعبتين. شوف تعبير الجبرتي عن الاحتفالات، احتفالات الفخر بقى والعزة، بيسميها الجبرتي إيه؟ ملاعب. وقد ذهب في هاتين الملعبتين من الأموال ما لا يدخل تحت الحصر، وأهل الاستحقاق يتظلمون من القشل والتفليس مع ما هم فيه من غلاء الأسعار في كل شيء وانعدام الأدهان وخصوصا السمن والسيرج والشحم، فلا يوجد من ذلك الشيء اليسير إلا بغاية المشقة، ويكون على حانوت بعض السمن شدة الزحام والصياح. فلا جرم أن تكون هذه الحفلات الحربية سببا في زيادة شقاء وتعاسة وضيق المصريين. الجبرتي بيصف الملاعب بقى، بيقول إيه؟ غالب هذه الأعمال من صناعة الإفرنج والنصارى الأرمن بمصر القديمة وبولاق والإفرنج. ثم يعود ويقول: والذي تولى الاعتناء بذلك طائفة الإفرنج. ويقول أيضا: وكان معظمها حيث مساكن الإفرنج والأرمن، فإنهم تفننوا في عمل التصاوير والتماثيل وأشكال السيرج. احتفل الأرمن والإفرنج وابتهج الباشا، وثارت في نفس الرافعي روح العزة والفخار. أما المصريون فلا حاربوا ولا ابتهجوا، بل حارب إبراهيم باشا الذي لم يكن قد أتقن الحديث بالعربية بعد، وبجنود الأرناؤوط والدلاه اللي هم الدروز، ومرتزقة من شتى الأجناس إلا أبناء مصر، وبخبراء من الإفرنج. فالذي وضع خطط حصار الدرعية وأشرف على تنفيذها هو المسيو فيسير الضابط الفرنسي الذي سافر مع إبراهيم مع طاقم من الخبراء الأجانب. أو كما يقول الرافعي فرحا فاخرا، بيفتخر بوجود الأجانب، بيقول إن إبراهيم كان يتميز بصدق نظره، لأنه كان أول من استعان بخبرة الأوروبيين في الحروب، فاصطحب معه في الحرب الوهابية طائفة من الإفرنج، منهم الضابط الفرنسي فيسير أحد ضباط أركان الحرب. وهذا أمر لم يكن مألوفا ولا سائغا بين قواد الشرق في ذلك العهد، ولكن إبراهيم باشا بذكائه وحصافته عرف أن الأمم الشرقية لا تنهض إلا إذا اقتبست خبرة علماء أوروبا وقوادها. أي نهضة وأنت تقول إن الوهابية كانت تهدد الدولة العثمانية إذ تنازعها السلطة والسيادة وتتهددها بإنشاء دولة عربية قد تنتزع منها الخلافة. هل تحطيم هذه المحاولة وإزالة هذا التهديد أن الدولة العربية تنتزع الخلافة بمعونة الإفرنج تعتبره نهوضا للأمم الشرقية؟ على أي حال، يقول كشك إن الرافعي لم يكن سيء النية ولكنه فاسد التفكير، وأمانته قد فرضت عليه الشهادة للوهابيين بأنهم دافعوا دفاع الأبطال عن الرس بالرغم من قتالهم جيشا مسلحا بالبنادق الحديثة، ولم يكن عندهم إلا البنادق من الطراز العتيق الذي يطلق بالفتيلة، ومع ذلك صدوا هجمات الجيش المصري. ده كلام الرافعي. فكشك عمل حاشية يعني جملة اعتراضية بيقول إيه؟ تعبنا من تفنيد ذلك الزعم. شبعنا كلام بقى أنه ما كانش مصري ولا حاجة، ومع ذلك صدوا هجمات الجيش المصري 3 مرات وكبدوه خسائر جسيمة، وبلغ عدد قتلاه مدة الحصار 2400 جندي، على حين لم يقتل من الوهابيين سوى 160 مقاتلا. وفي الدرعية ورغم خطط الضابط الفرنسي يشهد الرافعي أن الوهابيين دافعوا عنها دفاع الأبطال واشترك نساؤهم في القتال فكان دفاعهم مجيدا. الرافعي يشهد أن أموال محمد علي لعبت الدور الأساسية في النصر إذ اشترت البدو، ومن الأسباب التي أدت إلى اضمحلال قوة الوهابية الأموال التي بذلها طوسن وإبراهيم ومحمد علي واشتروا بها ذمم البدو. يقول كشك فلنترك الرافعية غارقا في البحث عن قشة مجد كاذب لجيش وهمي لم يولد بعد، وهو لا يحتاج لتلفيق أمجاد، فحروبه في المورة والشام تكفيه فخرا.
ولنعد للشعب المصري الذي عاش حروب محمد علي في الجزيرة العربية ودفع ثمنها غاليا من ماله وحريته ورزقه. هل كان متعاطفا مع هذه الحرب معاديا لخصوم الباشا؟ كل الوقائع التي أثبتها المؤرخون المعاصرون تؤكد العكس. إذن ننتقل، خلصنا من الجانب الرسمي، ننتقل للجانب الشعبي الحقيقي. هل تعاطف المصريون مع الوهابيين؟ خرجت مصر كلها لرؤية الأبطال الوهابيين والأمراء السعوديين الأسرى، وتحول بيتهم في السيدة عائشة قرب القلعة إلى مزار يتدفق عليه المصريون يطلبون بركتهم للشفاء من الأمراض. فقد روى ابن بشر أنه بعد استسلام فيصل ابن تركي رحلوه إلى القاهرة، فوصلوا إلى المدينة ومنها إلى مصر، وأنزلوه في بيت وجعلوا عنده حرسا يحفظونه، وصار في مكانه ذلك يحيي أغلب الليل بالتهجد والصلاة، وفي نهاره بين صلاة وتلاوة قرآن. وكان يتردد إليه كثير من أهل مصر إذا كان في أحد منهم ألم أو حمى أو غير ذلك، يأتونه يقرأ عليهم، وكانوا يرون أثر الشفاء من قراءته ودعائه، رقية شرعية. ومن أجل ذلك ازداد عندهم تكريما وتعظيما. ذكر لي أنه لما خرج من مصر في هذه المرة، في بقى مرة بعدوه من هذا المكان لمكان آخر، فماذا كان يفعل المصريون؟ كانوا يترددون إلى المكان الذي كان يعيش فيه ويزورونه ويستشفون به. مصر تفتن العابد. فكانوا يتبركون بالجدران التي كان يسكنها. أكيد هو لو شافهم كان هينكر عليهم، بس هو نقلوه بقى بمكان تاني. فكانوا يتبركون بالجدران التي كان يسكنها. ولكن مغزى هذا السلوك إيه؟ موقف الناس العادية العامة أنهم كانوا يعني يؤمنون ببركة وصحة دين، بل قدسية أو ولاية خصوم واليهم الذي يدعي محاربتهم لأنهم خوارج. هذا الاعتقاد العلني بصلاحهم وتقواهم وقربهم إلى الله تعالى هو صرخة رفض يطلقها الشعب المصري على طريقته في وجه حاكم مصر وضد كل دعاياته. الجبرتي يقول: قاتل الشريف غالب على رأس عساكر الأتراك والعربان، واستطاع أن يهزم صهره المضايفي، لأن المضايفي انضم للدعوة الوهابية، فأسره الشريف ووضع في رقبته الجنزير ليأخذ. الجبرتي بيعلق بقى الشريف غالب ده اللي هو الأشراف اللي كانوا بيحكموا الحجاز، فأخذ صهره ده المضايفي لأنه انضم مع الوهابيين أعدائه، فوضع في رقبته الجنزير. بيقول إيه الجبرتي؟ ليأخذ بذلك وجاهة عند الأتراك الذي هو على ملتهم، ويتحقق لديهم نصحه ومسالمته إياهم، وسيلقى منهم جزاء فعله ووبال أمره كما سيتلى عليك بعد قليل. لأنه طبعا انقلب عليه الجيش بعد ذلك الأتراك يعني، وأهانوه. الجبرتي ليس على ملة الأتراك، وهو يتربص الدوائر بالشريف غالب الموالي للأتراك. جاء المضايفي أسيرا في 15 ذي القعدة سنة 1228. يقول الجبرتي: وصل عثمان المضايفي صحبة المتسفرين معه إلى الريدانية آخر الليل، وأشيع ذلك، فلما طلعت الشمس ضربوا مدافع من القلعة إعلاما وسرورا بوصوله أسيرا، وركب صالح بيك السلحدار في عدة كبيرة، وخرجوا لملاقاته وإحضاره. فلما واجهه صالح بيك نزع من عنقه الحديد وأركبه هجينا ودخل به المدينة. فلما دخل عليهم أجلسوه معهم فحدثوه ساعة، وهو يجيبهم بجنس كلامهم بأحسن خطاب وأفصح جواب، وفيه سكون وتؤدة في الخطاب، وظاهر عليه آثار الإمارة والحشمة والنجابة ومعرفة مواقع الكلام. حتى قال الجماعة بعضهم لبعض: يا أسف على مثل هذا، إذا ذهب إلى إسطنبول يقتلونه. ثم توجهوا به إلى بولاق وأنزلوه في السفينة ووضعوا في عنق الجنزير وانحدروا طالبين الديار الرومية. طبعا هنا الذي يثير الانتباه مش موقف الجبرتي، موقف الأتراك نفسهم اللي لما جلسوا معاه مع المضايفي أعجبوا به لدرجة أنه قالوا يعني مش خسارة ده يروح إسطنبول يعني ويقتلونه هناك. فطبعا هذا تحت تأثير يعني ضميرهم الإسلامي.
في مواضع كثيرة في التاريخ الجبرتي يمدح بها كثيرا من الأمراء الوهابيين أو السعوديين الذين يعني أسيقوا إلى مصر أسرى. فبيقول مدح المضيفي ثم مدح طامي الذي قاتل وانتصر في بلدة قنفذة، ثم احتال عليه عميل للباشا حتى اعتقله وباعه له فدخلوا به القاهرة. وهو داخل القاهرة منظر غريب جدا، يعني هو أسير، واحد وهابي أسير، فدخلوا به القاهرة. بيقول الجبرتي وهو راكب على هجين جمل وفي رقبته الحديد والجنزير مربوط في عنق الهجين، وصورته صورة رجل شهم عظيم اللحية، وهو لابس عباءة عبداني ويقرأ وهو راكب. فوفقا لتاريخ الجبرتي نجد أن كل خصوم الدولة أبطال تلوح عليهم الشهامة والنجابة، أتقياء لا تفتر ألسنتهم عن ذكر الله. أما عسكر الباشا فهم كما رأينا من وصفه القاسي. الجبرتي يشهر بالباشا وأولاده ويسخر منهم ومما خلعوه على أنفسهم من ألقاب. كانوا يقولون عن أنفسهم، طوس وإبراهيم يقولوا مجاهدون عائدون من غزو الكفار، وأنهم افتتحوا بلاد الحرمين وطردوا المخالفين لديانتهم. حتى أن طوس باشا وحسن باشا كتب في الإمضاءات، كانوا بعد كده يبعثوا رسائل يقولوا إيه الغازي، يلقب نفسه بالإيه بالغازي. نعم. على أي الأحوال الجبرتي أيضا اجتمع بالأمراء السعوديين مرتين، اجتمع بعبد العزيز وعبد الله، وربما رافقهما في زيارتهما للأزهر. بيوصف زيارة هذين الزعيمين عبد العزيز وعبد الله للجامع الأزهر. فإيه بقى اللي حصل؟ دخلوا، يقولوا فلما دخلوا الجامع، أول ما دخلوا المسجد الجامع الأزهر سألوا عن أهل مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وعن الكتب الفقهية المصنفة في مذهبه، فقيل انقرضوا من أرض مصر بالكلية واشتريا نسخا من كتب التفسير والحديث مثل الخازن والكشاف والبغوي والكتب الستة المجمع على صحتها وغير ذلك. الجبرتي يحكي لما التقى بهما يقول وجدت منهما أنسا وطلاقة لسان وتضلعا ومعرفة بالأخبار والنوادر، ولهما من التواضع وتهذيب الأخلاق وحسن الأدب في الخطاب والتفقه في الدين واستحضار الفروع الفقهية واختلاف المذاهب فيها ما يفوق الوصف. واسم أحدهما عبد الله والآخر عبد العزيز، وهو الأكبر حسا ومعنى. وصل عبد الله بن سعود أسيرا وسلم ما كان بحوزة أبيه من مجوهرات الحجرة النبوية، ورحلوا عبد الله إلى الأستانة حيث أعدمه الأتراك رغم شفاعة محمد عليه. والجبرتي يتحدى السلطان، يقول في تاريخه في جمادى الأولى سنة 1234 وصلت الأخبار أيضا من عبد الله بن سعود أنه لما وصل إلى إسلامبول طافوا به البلدة وقتلوه عند باب همايون، وقتلوا أتباعه أيضا في نواح متفرقة فذهبوا مع الشهداء. هذا تعبير الجبرتي، فذهبوا مع الشهداء. أيضا يقول وجاء بواقي الوهابية بحريمهم وأولادهم وهم نحو 400 نسمة، وأسكنوا بالقشلة التي بالأزبكية، وابن عبد الله بن سعود بدار عند جامع مسكة هو وخواصه من غير حرج عليهم، وطفقوا يذهبون ويجيئون ويترددون على المشايخ وغيرهم ويمشون في الأسواق ويشترون البضائع والاحتياجات. كانت الحركة الوهابية معارضة لتيار التاريخ، أي لاتجاه الأحداث نحو سقوط العالم الإسلامي في قبضة الغرب، ومن ثم كانت هزيمتها نتيجة منطقية وانتصارها هو الأعجوبة. كذلك كان صوت الجبرتي نشازا في اللحن الجنائزي للحريات الذي كانت تكتب نوتته في القلعة على يد طبلخانة الباشا وجلاوزته، وكان لا بد أن يخنق هذا الصوت النشاذ، فقتلوا ابنه ثم ماته. لا أحد يدري أمات حزنا على ابنه وانهيار الحلم الوهابي، أم كما هو شائع بجرعة من السموم التي كان أطباء الباشا من الفرنجة يعدونها لترسانته. وبقيت الصفحة المشرفة صفحة حركة إسلامية مجاهدة لتحرير الأمة وتوحيدها تحت راية الإسلام، وصفحة مؤرخ أنصف هذه الحركة وبرأ ساحة المصريين من دمها الطاهر
الذي سفحه باشا تركي بجند الدولة العثمانية. لكن هناك نبأ سقط من ذاكرة التاريخ. يقول كشك: هناك نقطة نريد أن نتوقف عندها قليلا، وإن كان جميع المؤرخين قد تفادوها بحسن نية وبراعة يحسدون عليهما، ألا وهي موقف السعوديين من الغزو الفرنسي لمصر. لماذا لم يساعدوا الدولة العثمانية أو الشعب المصري في مقاومته للاحتلال الفرنسي؟ وهذه أول حملة صليبية في العصر الحديث، وأول احتلال سافر من الاستعمار الأوروبي، ومقاومة باسلة من بلد عربي هي مصر، التي كان يصفها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب بأنها عش العلماء. لنبدأ بالحملة الفرنسية على مصر التي دامت من 1798 إلى 1801. في تلك الفترة كان الأشراف يشكلون حاجزا بين الدولة السعودية والمقاومة في مصر، وذلك بسيطرتهم على الحجاز. ولكن جماهير المسلمين في الجزيرة اشتركت على نحو بارز في دعم المقاومة المصرية للاحتلال الفرنسي رغم إرادة الأشراف ورغم علاقة الأشراف الطيبة بالفرنسيين. يقول هيرولد: كان أرهب إمداد وصل للمماليك هم المقاتلون القادمون من الحجاز الذين عبروا البحر الأحمر بالألوف، وقد تبين أن كثيرا منهم من الحجاج المغاربة، ولكن أكثرهم وأشدهم تعصبا بالطبع عرب خلص من شبه الجزيرة. ويقول الأستاذ أحمد رائف: وقد رأيناهم أي الوهابيين يدافعون مع المصريين ضد الفرنسيين إبان الحملة الفرنسية في سبيل الإسلام، ورأيناهم مرة أخرى على أسوار رشيد يدافعون ضد حملة فريزر الإنجليزية سنة 1807، حتى منعهم ومنع غيرهم باشا مصر، وأفهمهم أن حق الحرب والقتال والدفاع ليس مباحا لأي أحد، بل هو خالص للأتراك والأرناؤوط. يقول جلال كشك: وتعفن الجهاز العثماني بينما ازدادت اتكالية الشعوب العربية، فقد عزلهم العثمانيون عن مهام الدفاع أو البناء الحضاري، واكتفوا منهم بقراءة البخاري لنصر الأسطول العثماني وتمويل الخزينة المثقوبة والصبر على ظلم جند السلطان وفحش ولاته. فلما بدأ غزو البلاد العربية واستصرخ العرب السلطنة، اكتشفوا أنها أعجز من أن ترد هذا التحدي، بل اكتشفوا أنها أصبحت القيد الذي يشل قدرتهم على المقاومة ويسهل الغزو الأجنبي. يقول الرافعي بقى المرة دي بيحكي عن وبيتكلم عن عصر محمد علي، يقول: كان جنود القاهرة وقتها معظمهم من الأرناؤوط والدلاة وأخلاط السلطنة العثمانية، وقد اشتهروا بالسلب والنهب، لدرجة أن أهالي رشيد أثناء الحملة الإنجليزية على مصر رفضوا أي مدد من جنود القاهرة وآثروا الدفاع عن رشيد بأنفسهم، لأن كان الجنود يجوا يفعلون ما فعلوه بينبع نهب والسلب وهذه الأشياء، فقالوا مش عايزين الجيش التركي. نعم. هذا الاختلاط العملي نقل الكثير من سلوكهم وأفكارهم إلى الناس، فتأثروا بهم واعتنقوا مبادئهم. وقد رأينا في الحملات التي ذهبت إلى جزيرة العرب بغرض القضاء على دولة السعوديين كيف تخلف الكثير من المصريين وانضموا إلى من جاءوا يحاربونهم، زي ما كان بيحصل من الجيش المصري بقيادة الإنجليز لما كان راح يضرب المهدي السوداني، فكانوا بالآلاف يخرجون من الجيش المصري وانضمون إلى الجيش المهدي السوداني. نفس الشيء حصل، أن كثير من المصريين انضموا إلى من جاءوا يحاربونهم. طبعا ده فيما بعد لما في حملات راحت بعد كده مش في الدرعية. كذلك فعل عدد من الأتراك والأرناؤوط، ولم يفعل هؤلاء الناس طمعا في مال السعوديين، فلم يكن للسعوديين مال في ذلك الوقت، ولم يكن هناك نفط أو دولار أو ريال. فعلوا هذا بالتأكيد حرصا على الوقوف في معسكر التوحيد، تاركين بلادهم المتحضرة ومدنهم العامرة إلى هذه الصحراء القاحلة، ثم ذابوا في صفوفهم ولم يعد لهم أثر على مر السنين. أما قمة التعاطف المصري الوهابي فيتمثل في هذه المرة في شيء عجيب، يعني رجل يخرج من قصر فرعون بل من صلبه، وهو حفيد محمد علي وابن توسن
عباس باشا ابن طوسن ابن محمد علي رحمه الله، ثالث الولاة من أسرة محمد علي بمصر. ولد بجدة ونشأ بمصر، وتولى الحكم بعد وفاة عمه إبراهيم باشا في أواخر سنة 1264. كان عباس باشا شديد البغض للأوروبيين حذرا من دسائسهم. أنجد الترك العثمانيين ب15,000 مقاتل في حربهم مع الروس المعروفة بحرب القرم. وفي أيامه نفي السحرة والدجالون والمشعوذون إلى السودان، وقد قتل بقصره في بنها سنة 1270 هجرية 1854 ميلادية رحمه الله تعالى. كان محمد علي قد أرسل أول بعثة مصرية إلى فرنسا، وكانت تتكون من 40 شابا من الأتراك والمصريين، زاد عددهم فيما بعد. ولما عاد أعضاء البعثة اعتمد عليهم محمد علي وأحلهم محل الأجانب، ومضى أبناؤه من بعده على ذلك في الاهتمام بأمر مصر التي أصبحت ملكا لهم، حتى وصل الأمر إلى حفيده إسماعيل ابن إبراهيم الذي كان يقول إن بلادي ليست من إفريقيا بل هي جزء من أوروبا. ولم يشذ عن هذا الخط تفرنج من أبناء محمد علي إلا خليفته وابن ابنه الأكبر طوسن الذي ولي بعد وفاة إبراهيم باشا، وهو عباس باشا الأول رحمه الله. لقد كان هذا الرجل قد تربى تربية دينية شرقية، وعرف عنه بغضه للفرنساويين، وبلغ به الأمر إلى أن عمل على إيقاف إيفاد البعثات إلى فرنسا، واتخذه الأوروبيون عموما ولا سيما في فرنسا التي كانت تعرف أنه يبغضها هدفا لسهامهم. لذلك يقول عنه بروكلمان إنه كان مسلما متعصبا يزدري التربية الأوروبية ازدراء بعيدا، ويتهموه بأنه كان طاغية، والحق أنه كان متدينا تقيا. ويدل على ذلك أمران: أحدهما قبل ولايته في عهد محمد علي استطاع عباس الأول محافظ مصر آنذاك لجده محمد علي أن يخرج الوهابيين من أبناء ابن سعود الذين سجنهم محمد علي في القلعة، فهربهم من السجن القلعة بحيلة دبرها. ولم يستطع الجنود أن يخبروا محمد علي إلا بعد 3 أيام خوفا منه، ولكنه على كل حال لم يفعل شيئا لأنه كان يثق بعباس. ومن ذلك الحين صار عباس صديقا حميما لفيصل ابن سعود إلى نهاية حياتهما. طبعا فيصل ابن سعود طبعا ده الشخصية اللي لما هرب ده اللي هو من نسله، يعني من نسل الملك عبد العزيز. يعني الأسرة السعودية حالية تدين في إقامة الدولة السعودية الثالثة الأخيرة دي إلى مين؟ إلى هذا الأمير الذي فر من مصر، واللي هربه مين؟ عباس باشا الأول. فهو ده اللي خرج من صلبه بعد ذلك الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل. ولا ريب أن انتشار أئمة الدعوة في مصر كان له الفضل الأكبر في سريان حقائق الدعوة هناك، ولا سيما أن هؤلاء الوهابيين كانوا طلبة علم فالتحقوا بالأزهر ودرسوا فيه ودرسوا. الأمر الآخر طبعا كثير جدا منهم، يعني عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، هذا كان ممن نفوا إلى مصر في 400 واحد اللي بعد سقوط الدرعية نفوا إلى مصر، فأتى إلى مصر والتفت إلى الطلب والتعلم والتعليم والاستفادة والإفادة إلى أن صار في الأزهر شيخ رواق الحنابلة، وكان ظاهر التقوى والصلاح والزهادة والعبادة. عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب إيه بقى؟ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فهذا تتلمذ على يد الجبرتي 8 سنوات، تتلمذ على يد الجبرتي هنا في مصر 8 سنوات قبل أن يعود إلى وطنه في سنة 1241. أما ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن فبقي 30 عاما في الأزهر. الشاهد يعني هذا هو الأمر الأول الذي يشهد لعباس باشا الأول بأنه كان يعني متدينا. أما الأمر الآخر فهو أن عباس باشا الأول كان الوحيد من أولاد محمد علي الذي كان يتردد إلى المساجد في شهر رمضان لاستماع الدروس والمواعظ الدينية. وفي أيام عباس باشا
لم يكن أحد يستطيع أن يسير في الشوارع وقت الصلاة، وقت صلاة الجماعة ما يستطيعش واحد فقط يمشي في الشارع، وإلا تعرض لسياط الشاويشية الأتراك جنود عباس. وفيما عدا عباسا كان أبناء محمد علي جميعا يميلون إلى أبيهم محمد علي الكبير ويتبعون سياسته في الحكم مائلين إلى الغرب. أظن بعد هذا العرض الطويل أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى الاعتذار، لأننا لا ناقة لنا ولا جمل كمصريين في ما حصل بالذات في الدرعية ووحشية محمد علي وابنيه. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.